السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، مرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. اليوم إن شاء الله نشارك معكم الهرقمة أو الكرعين، كل واحد وكيف يسميه. عندي هنا واحد الكرع ديال العجل. من بعد ما غسلته فزقته مزيان في الماء واحد الساعه، الماء كاع تيبقى في وسط الماء باش كيتفتك داك الدم اللي فيه ويهضر، وتنحكو حكيته مزيان تجيك خاصه. واللي خاصو يتكرط بالموس كنكرط بالموس. من بعد رقدته في الماء والخل والملحه، غير شي شويه غير شويه باش تحيد داك الزفوره ديال اللحم وصافي. هذا تا هو راني حكيته مزيان موصول مزيان. انا ما تنبغيش نصفيه مزيان بزاف من داك، تنبغي فيه الريحه ديال الدخان. عندي هنا كاس ديال العنبه ديال الزرع. ها هو الزرع هذا غير مغسول هكاك الحبوب وغسلته وراه قاطر ماشي فازك، غير قاطر. هو من الاحسن يصاوب الزرع في الدار، لان هذا اللي تيتشرى، هذا الربل هذا اللي تيتشرى فيه مهرس. ها فيه حبه صحيحه وشي صحيح شي مكسر. الا كان المهراز تشدو شي شويه ديال الزرع هكا اللي عنده الزرع، قياس كاس العنبه وديروه في الماء وترشوه بالماء حتى يتقاسوا الحبات كاملين بالماء، يترشوا اولا تغسلوه وتخليوه يقطر مزيان. هكا كتحطوه في المهراز وتدقوه، ماشي تدقوا توصلوا اليد ديال المهراز بالدقه حتى لتحت المهراز، لا هي من الفوق، غير داك طلع هبط طلع هبط. راه تتحيد له النخاله كامله وتيكون احسن من هذا، تكون الحبه على اختها وصحيحه. عندي هنا الحمص فازك القياس اللي بغيتو، الا كنتو كثار ولا بغيتو تكثروا منه ديروا القياس ديالكم. عندي هنا الماء الحمص، انا ما تنرميش، غادي نستعملو حتى هو. عندي هنا الفلفله الحمراء معجون اولا بودره اللي كاين. عندي بصله ما تكونش كبيره، هادشي اللي تيكون تيختار ما تيبغيش البصله بزاف. طريه عندي معلقه صغيره ديال الملحه. عندي نص ديال الكركم، نص ديال الابزار، معلقه صغيره بومبي بسكين جبير، والثومه يهدر هكا لانها تذوب، والزيت. خديت الكوكوط ملا قلت له يقطعهم لكم، يقولوا له يقطعهم لكم شويه هكا عالين، هكا خصهم يكونوا. هذا بيد ما درت هكا حتى لقيتو قطعوا ليا وقصورين. غادي ندير الزرع، بصله، ثومه ولا طريه، فلفله حمراء معلقه كبيره، هي 2 معالق صغار يعني تتبغي التحميره. هذا الكرعين انا درتهم لكم على الطريقه ديال الوالده الله يرحمها، وان شاء الله من هنا لقدام ندير لكم وصفات واحده اخرى منها. الزيت واحد نص كاس ما كاملش، حسب الذوق، حتى ليدان حسب الذوق. الربيع غادي نخليه حتى نرميه مع الحمص صافي. غادي نمرق بالماء سخون، هي تتجي على المجمر تتجي حسن، وحتى مرات الدار تصبح مهانيه منها، تتنصب في الليل وديروها في على المجمر كتصبح طايبه، كتصبحوا مهنيين من الغدا. غير هي اللي في المجمر غادي ديروا الحمص حبوب هكاك يابس، وما تكثروش الماء بزاف لان المجمر ماشي بحال ولا ما يتغطاش كاع باش ما تبقالكمش فيه هذيك لاصوص كثيره. الا كنتو تتبغيو المرقه ولا الدار تبارك الله عامره،
زيدوا عمروه. صافي دابا غادي نسد عليها وغادي نشعل عليها البوطه. العافيه تكون ما بين متوسطه وضعيفه. هادشي العاصي كله تيبغي العافيه مهيله هكا، الكرعين ولا اللحم ديال الجمال وداكشي اللي كيكون قاصح خاصو العافيه مهيله. صافي انا بانوا ليا صغار، غادي نسد عليها ساعه المكانه وغادي نطلل عليها. صافي من بعد ما دازت ساعه المكانه ديال الطياب، اشاره للمبتدئات تحسبوا لها ساعه المكانه من بعد ما تصفر، ماشي غير تشعلوا عليها تبداو تحسبوا. يعني ها هي طايبه باقي لها واحد شويه، يعني هو هذاك الجهد اللي غادي يطيب ليا مع الحمص ديالي. انا عندي الحمص تيشد ليا من 30 ل 35 دقيقه. نتوما الا عندكم القياس الحمص ديالكم شحال الوقت ضربوا الحساب. الا كان طياب كان كيطيب على غليه هذاك حتى طيب واحد 10% باش تكمل الطياب اللحو والحمص. كان عندكم تياخذ الطياب بزاف فوق ساعه ونص، يعني هرميوه من الاول معاه. دابا انا غادي ندير الحمص. والربيع بغيتو تقطعوه بغيتو تخليوه مربط خليوه كيف ما بغيتو. تنظن الماء ما غاديش نزيد بزاف، غادي نزيد غير النصف داك الماء ديال الحمص اللي عندي، لان مع العافيه مهيله الماء ما تيضيعش ما تيتبخرش. صافي غادي نسد عليها. هذا هو الشكل النهائي ديال الكرعين اولا الهرقمه بالحمص والزرع، تجي على هذا الشكل هذا. غير هو اخواني اخواتي تنصحكم ما ديروش الزرع ديال اللي تيتشرى من الهري، لاننا اول مره تنديرو وهرا يعني كان غادي يهرا. كان غفلت عليه انا حسيت به ما غاديش يوجد ليا مع الحمص، حيدته من التحت بالشبيكه لالوش وخليت حتى طاب الحمص كمل بالطياب ديالو عاد زدتو. لهذا من الاحسن ديروا الزرع ديال في الدار كما قلت لكم بالطريقه ديال المهرس، او الا خديتو ديال الهري اللحوم مع الحمص. واذا كان عاوتاني الحمص تيطيب طياب راه الحمص غادي يطيب ويهرا هو ما غاديش يطيب، من الاحسن طيبوه بوحدو. خذوا له واحد شويه المرقه ديال من الكوكوط وديروها على الزرع وخليوه يطيب بحال بوحدو، يطيب بوحدو تيرجع بحال ابلي اولا ديروا ابلي. وها هي تتجي لهذا الشكل هذا، راها صحيه وهذا الشيء اللي هاد الاكلات اللي تحتاجوا في هذا البرد هذا، وصحيه للناس اللي عندهم الاحتكاك في المفاصل. وتنقدمها لكم بالصحه والراحه. شكرا على المشاهده والى اللقاء في فيديو مقبل ان شاء الله.